السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعين قناة لمسة. زي ما عودناكم إن احنا دايما هنعمل لمسات جديدة، حاجات جديدة في مطبخنا إن شاء الله وفي مطبخنا المصري خاصة، وهنطور حاجات كتير وأكلات كتير في مطبخنا المصري. النهاردة هنعمل لكم اختراع لأول مرة يتعمل في تاريخ المطبخ المصري، وهو الرقاق اللي بيتعمل في العيد أو الفطير. هنعمله بطريقة جديدة خالص، تمام، طريقة حديثة، أحدث رقاق اتعمل في تاريخ المطبخ المصري. زي ما حضراتكم شفتوا من شوية في الأول، شفتوا معانا لبن، حطينا في اللبن على النار، تمام، كيلو ونص لبن مثلا، ودي لحمة مفرومة. لحمة مفرومة جبنا طاسة سخنة جامد، سخناها وفيها حتة ليا بحيث إنها تديلها التيست أو طعم اللحمة الضاني. تمام، شوية بابريكا، شوية ملح، ملح، مرقة دجاج، كمون. تمام، زي ما حضراتكم شايفين نقلبها لحد ما تعصج معانا وتاخد طعم التيست كويس، وتبقى معانا بالشكل ده. في الجنب التاني طبعا نرجع للبن. اللبن بعد ما غلى بنحط له كوباية كريمة لباني، كريمة طهي. ماشي، بنقلبها كويس بحيث ان هما يسخنوا. هنعمل في جنب تاني بقى، نجيب طاسة ونحط فيها مادة دهنية، شوية زبدة مع شوية زيت، تمام، المتوفر عندنا، وبنحط الدقيق وبنقلبه. ده اسمه روب، بنعمل روبلا أو مادة ربط. تمام. هنتبل طبعا اللبن معانا والكريمة اللبان هنتبلهم ملح ومرق الدجاج، ونضيف الروبلاية اللي احنا حضراتكم حطيتوها، اللي احنا حطيناها دي دلوقتي، ونضرب ونقلب بحيث ان هو ما يكونش تقيل معانا. بنحط كمية قليلة عشان ما يبقاش تقيل معانا، يبقى خفيف. جبنا الصينية اللي هنقدم فيها، تمام، وبنحط حتة زبدة عشان تعمل زي عازل كده. وبعد كده بنحط شوية من الصوص اللي عملناه. طبعا الصوص ده بيكون خفيف كريمي، تمام. طبعا عندنا الرقاق جاهز، جبنا الرقاق حطينا أول طبقة وبنحط عليها شوية صوص كريمي، تمام. وبعد كده بنحط الطبقة التانية، وبعد كده برضه هنحط الصوص، تمام، صوص الكريمي. وبنحط الطبقة التالتة وبنحط برضه شوية صوص خفيف مش كتير يعني، تمام. بعد كده بنحط اللحمة بتاعتنا المفرومة، بنحط كل الكمية بتاعتنا في النص، بنفردها وبنسويها بالشكل ده كده. بعد كده بنحط شوية من الصوص الكريمي، حاجة بسيطة مش كتير، بحيث برضه إنها تكون ماسكة نفسها شوية معانا. بعد كده بنكمل بقى الطبقة الأخيرة من فوق، بنحط برضه فطيرة وبنحط عليها شوية من الصوص. نحط الطبقة التانية كده، حطينا الفطير بتاعنا. حطينا بقى كل شوية الصوص الباقيين معانا من فوق خالص، غطيناها بالشكل ده، تمام، لحد ما زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نجيب شوية شوية جبنة رومي مبشورين، وبنحطهم على الوش من فوق بحيث ان هم يحمروا الوش بتاعنا من فوق، بيدوا لها تيست، بيدوا لها طعم جميل، تمام. دخلناها الفرن، طلعت بالشكل ده، ما بقت معانا بالشكل الجميل ده. اتمنى تجربوها، صدقوني هتعجبكم كتير كتير كتير. ده اختراع لأول مرة يتعمل، تمام. احدث حاجة في الرواق المصري اللي بيتعمل في العيد الكبير، تمام. هنقطع معانا خرطة بالشكل ده كده، وتطلع معانا تبقى بالشكل ده، تمام. اشتركوا في القناة زي ما وعدتكم ان انا هقدم لكم كل حاجة جديدة. كل حاجة هتشوفوها في قناتي جديدة ما اتعملتش قبل كده، لأول مرة هتشوفوها. القناة الوحيدة اللي هتكون فيها كل حاجة جديدة.